السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. احنا بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية بمكونات بسيطة جدا وسهلة وطعمها جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. وقبل بقى ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونخش نشوف المكونات والطريقة. جبت حلة، حطيت فيها مكعب زبدة كده كبير، وحطيت عليها كمان حوالي نص كوباية زيت صغيرة، يعني نص كوباية زيت صغيرة. حطيت فيهم بقى قطعة قرفة خشب، ورق لورا، حبهان مستكة، واحدة قرنفل، عود قرنفل. ونزلت عليهم بقى بكوباية شعرية. والكوباية اللي انت هتعايري بيها هي كلها كوباية زي بعضها، يعني هي مش هتتغير. طبعا اديت لهم اللون الاصفر الجميل دوت. وبعدين كمان برضو نزلت عليهم بكوباية رز مغسولة، رز بلدي جدا عادي، او عايزة تعمليها برز بسمتي برضو اللي يعجبك. برضو شوحتهم مع بعض. وبرضو عملت كنت برضو محضرة كوباية عدس بجبة مسلوقة نص سلقة، عشان ما تسويهاش قوي، علشان هتخش جوه مع الرز والشعرية، هتاخد السوا بتاعها الباقي. كله برضو يتقلب كده مع بعضه عشان يتشرب الزيت والزبدة، عشان الرزات تتغلف كده، عشان ما تعجنش معاكي. يعني تفضلي تقلبي فيها كده لحد ما تلاقي الرز كله شرب من السمن، من الزيت والزبده. نزلت بقى برضو عليهم بكوبايه او بصلايه كبيره متقطعه صغير جدا معاهم برضو، وبرضو ونقلب برضو المكونات. وبعد كده برضو نزلت عليهم بجزرايه مبشوره رفيع، علشان يعني ما تاخدش معاكي سوا جامد. وبعد كده برضو نزلت عليهم بشوية فلفل ألوان. كل بقى ده قلبيه مع بعضه كده، كله لحد ما تلاقيه شرب الزبدة والزيت، واتغلفت كده الرزاية قدامك بقت بتلمع. التقليب كده اهو معاكي كله كده، كل المكونات، علشان كله برضو يتشرب. بعد كده بقى نزلت عليهم بمية سخنة. المية بقى اللي انت هتحطيها دي يا دوبك بس يعني تبقى مغطية الرز بمقدار عقلة صباع. جبنا بقى كمان مكعب مرقة، فتفتي يعني فتفتيه بايديكي كده ورشيه. حطينا بقى معلقة ملح كبيرة، معلقة كاري صغيرة مليانة، معلقة فلفل أسمر، معلقة كمون، ربع معلقة جنزبيل، ونص معلقة قرفة، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة. بعد كده خلاص قلبتهم بقى كلهم كده مع بعض وغطيتهم. قبل بقى ما يتشرب المية كلها تروحي مهدية عليه النار، تهدية واطية جدا، يعني هادي جدا، عشان يستوي براحته. وقبل بقى ما يخش في السوا جامد قلبيه وسيبيه برضو تاني حوالي دقيقتين عشان يكمل سواه. وبصوا بقى، شفتوا الرز قدامكم جميل جدا ومفلفل، يعني أكلة جميلة جدا وحلوة قوي قوي قوي، هتعجبكم. اعملي بقى جنبيه بتنجان مخلل بالثوم والخل، جميل جدا. وده بقى طبق الزيتون والليمون اللي احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده. الزيتون ده اللي كان حوالي من شهر ونص، والليمون ده اللي كان حوالي لسه من اسبوع. أكلة جميلة جدا واقتصادية وحلوة قوي وهتعجبكم. واللي أول مرة بقى يشوف القناة يخش يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.